أهلا بكم. وقبل التفاصيل، أعلن الوكيل العام للمبلغ أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي إثر تسجيل وفاة شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة. وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة. وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث. وكان قد علم لدى سلطات مدينة العيون بإقليم السمارة أن 4 انفجارات وقعت ليلة السبت إلى الأحد بمدينة السمارة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين، 2 منهم في حالة خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى بالعيون بعد أن تلقي إسعافات أولية، فيما عاد المصاب الثالث إلى منزله بعد تلقيه للإسعافات الأولية في مكان الحادثة. المصدر أوضح أن الانفجارات طالت حي لازاب وحي السلام والحي الصناعي، مع تسجيل أضرار مادية على مستوى منزلين. رحم الله الفقيد وبالشفاء للمصابين.